9 بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. أهلا بكم. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أكد وزير الصحة الدكتور أشرف حاتم عدم ظهور إصابات حتى الآن بالبكتيريا المعروفة باسم إيكولاي، والتي يعتقد أنها تصيب الخضروات لا سيما الخيار، حيث ظهرت أعراض الإصابة بالبكتيريا في 10 بلدان أوروبية. وزير الصحة نفى استيراد خيار من أي بلد أوروبي منذ يناير الماضي، مشيرا إلى أن الوزارة أرسلت منشورا للإدارات الصحية لمتابعة القادمين من أوروبا ولا سيما ألمانيا لاحتجاز من تظهر عليه أعراض الإصابة بمستشفى الحميات للعلاج. إصابة 30 حالة بفيروس إنفلونزا الطيور، توفي منهم 10 حالات هذا العام، لتصل نسبة الوفيات في مصر إلى 33% للمستوى العالمي. إحصائيات كشف عنها المسؤولون المعنيون خلال اجتماع اللجنة العليا لإنفلونزا الطيور لاستعراض الموقف الحالي والإجراءات الوقائية المتبعة تجاه الفيروس. 30 حالة ده عدد كبير، ولكن احنا بنعزو ذلك كانت الإجراءات الاحترازية كانت أقل من الفترات السابقة، عشان كده الحالات السنة دي بقت أعلى من السنين السابقة. مرحلة الوقاية مستمرة كما هي بتفتيشاتها البيطرية بتوفير التطعيمات اللازمة اللي فيها، ونأمل ألا نصل للمرحلة الثالثة وهي العلاج. إجراءات واقعية اتخذتها وزارة الزراعة للتربية المنزلية الآمنة، إضافة إلى وضع تصور لمستقبل التربية الداجنة بالمزارع. كلفنا مركز البحوث الزراعية إنه يعمل تصميم لعشش الدواجن اللي ممكن التربية فيها وتكون مراعية للظروف الصحية بالكامل. وزارة الزراعة حددت 5 مناطق ظهير صحراوي بتدي فرصة للناس اللي هم عايزين يعملوا مزارع جديدة ان هم يروحوا اماكن نظيفة ما فيهاش مرض، ويبتدي هنا بيخلي فيه تخفيف على منطقة الدلتا. المربيين اللي عايز يقدم لينا الطلب يجي يقدم في وزارة الزراعة. كما كشف المسؤولون عن وصول عدد الحالات المصابة ببكتيريا إيكولاي إلى أكثر من 800 حالة، توفي منهم 16 حالة إثر تناولهم خضروات ملوثة بالبكتيريا وانتشارها ب10 دول أوروبية حتى الآن. حصل تلوث بهذا النوع من البكتيريا، واللي بتفرز سموم داخل جسم الإنسان وبتأثر أكثر على الناس اللي مناعتهم ضعيفة أو اللي خدوا كمية كبيرة من الغذاء الملوث بهذا النوع من البكتيريا. لا يوجد أي خوف أو قلق عن انتشاره، لا يمثل وباء عالمي. نصيحة الاهتمام بالصحة العامة، غسيل الإيدين، غسيل الخضار بالماء الجاري عدة مرات، وخاصة الخضار الورقي زي السبانخ وزي الخس. على الرغم من كثرة المزاعم والإشاعات عن وجود بؤر من الأمراض والفيروسات في مصر والعديد من دول العالم متزامنة مع قدوم فصل الصيف، إلا أن الترصد الوبائي واتخاذ التدابير والإجراءات الطبية تظل خط الدفاع الأول للوقاية والمواجهة. محمد حلمي، التلفزيون المصري. شكرا لكم مشاهدينا وإلى اللقاء. إلى اللقاء.